بيبدأ الفيلم بظهور مجموعة كبيرة من الجنود الأموات على الأرض وسط ضربات القنابل وطلقات الرصاص، مع ظهور مجموعة تاني من المقاتلين اللي بيحاربوا جوه الخنادق. وبيجري هاينريتش وبيحاول يساعد صحابه في المعركة من الهجوم الشرس عليهم، وبيهاجم جنود الاحتلال. وفي الصبح بدري بيجمع الجنود جثث أصحابهم وبيدفنوها في قلب الصحراء وبيعالجوا المصابين. وفي ألمانيا الشرقية وخلال السنة الثالثة في الحرب بيظهر باول بيومر وهو طالب بيدرس في معهد عسكري ألماني، وبيعلمهم القائد بتاعهم إنهم هيروحوا في يوم من الأيام يحاربوا ولازم يكونوا قد مسؤولية حماية دولة ألمانيا. وبيستلموا اللبس بتاعهم والأسلحة وبيتحركوا عشان يتنقلوا لمعسكر حربي في فرنسا، وبيضطروا ينزلوا من العربية ويكملوا طريقهم مشي على رجليهم لأن الأطباء محتاجين عربيتهم لنقل المصابين. وبيتفاجئ باول وأصحابه بقسوة الحرب والقنابل بتتحدف عليهم من كل مكان، وبيلبسوا أقنعة الغاز عشان يحموا نفسهم من قنابل الغاز. وبيوصل باول للخندق الحربي وبيقابل كادزينسكي وهو محارب قديم في الجيش الألماني، وبالليل بيستلم وردية الحراسة بتاعته وبيحاول يجرب سلاحه لكنه بيتفاجئ بقناص بيضربه بالنار وبيقع على الأرض، لكنه بيقوم تاني وبيغير مكانه. وبيبدأ ضرب النار والقنابل تتحدف عليهم من كل ناحية، وبيترعب باول وأصحابه من الحرب ومن شدة المدافع اللي بتضربهم واللي بتهد عليهم الخندق. تاني يوم بيوصل صحابه وينقذوهم، وبيبدأ باول يجمع السلاسل المعدنية لأصحابه اللي ماتوا في الحرب، وبيلاقي نضارة صاحبه ضمن الجنود المقتولين وبيحزن عليه جدا. وبعد مرور سنة ونص بيعملوا حصر في إدارة الجيش الألماني للجنود اللي ماتوا في الحرب، وبيظهر أريسبرج وهو قائد في الإدارة الألمانية، وبيعرف إن عدد الجنود اللي ماتوا كانوا 40,000 جندي. وفي فرنسا بنلاقي باول وصديقه كادزينسكي بيسرقوا بعض الطيور من بيوت الفرنسيين عشان ياكلوا مع باقي الجنود الألمان، وبيقسموا الأكل على العساكر اللي موجودين معاهم، وبيتبسطوا ويقضوا وقت يصبروا نفسهم على متاعب الحرب. تاني يوم بيشوفوا مجموعة من البنات قرب المعسكر بتاعهم، وبيحاول واحد منهم يتعرف عليهم، وبتوصل مجموعة من الرسائل للجنود، وبياخد كادزينسكي رسالته وبيديها لباول يقراها، وبيعرف إنها من مراته، وبتطمنه على البيت وبتطلب منه فلوس من اللي بيقبضها من الجيش عشان يبعتها ليها، وبتعرفه إن في واحد جاره تم إعفائه من الجيش بسبب تعب في معدته. وكمان بيعرف من الرسالة إن مراته بتزور قبر ابنهم الصغير اللي مات. واليوم اللي بعده بتتحرك الكتيبة عشان تبحث عن مجموعة جنود مفقودين كان المفروض يوصلوا ليهم من يومين عشان ينضموا للمعسكر. وبيدخلوا المستودع الأسلحة، وبيتفاجئ باول إن كل الجنود مقتولين ومرميين على الأرض لأنهم ماتوا من قنابل الغاز اللي اترمت عليهم. وبيقابل واحد من القيادة الألمانية رئيسه في الجيش، وبيعرفه إن بعت وفد لفرنسا عشان يتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن القائد بيؤمر إنهم يجهزوا نفسهم للقتال. وفي القطر بنلاقي إيرسبيرج في طريقه لفرنسا لعمل تفاوضات على وقف إطلاق النار. وفي الكتيبة بيبدأ باول وأصحابه إنهم يستعدوا للقتال، وبيتحركوا في عربيات الجيش، وبيوصلوا لمنطقة عسكرية جديدة عشان يحاربوا. وبيقابل أريسبرج القيادة الفرنسية وبيعرض عليهم وقف إطلاق النار، لكن قائد الجيش الفرنسي بيقول له إنه لازم يقبل شروط الجيش الفرنسي مقابل الهدنة، وإن الشروط دي لازم تتنفذ خلال 3 أيام. وبتفشل المفاوضات لأن فرنسا بتصر على مطالبها، وبتوصل أوامر للجيش الألماني إنهم يواصلوا القتال. وبيتقدم باول وصديقه كادزينسكي بشجاعة رغم القنابل والمدافع، وبيضرب باول الشجاع أو القنبلة للألمان، وبيتقدم ويخترق صفوف الفرنسيين، وبيحزن جدا إنه بيموت شباب زيه وفي نفس سنه. وبيدخلوا خندق الفرنسيين وبيلاقوا أكل وبياكلوا من كتر الجوع اللي هم فيه، لكنهم فجأة بيسمعوا صوت قوي وبيتحركوا يشوفوا إيه اللي جاي عليهم، وبيتفاجئوا بأسطول دبابات مصفحة جاي يهاجمهم. بيحاولوا يوقفوه بأسلحتهم الضعيفة، لكن قذائف الدبابات بتهاجمهم بعنف، وبيستخبوا منها في الخندق. وبتخترق الدبابات صفوف الألمان وبتعبر من فوق الخندق، وبتواصل قتل الجنود وتدمرهم. ومش بس كده، لكنهم بيتفاجئوا بسلاح النار الفرنسي بيحرق في باقي الجنود الألمان. وبيجري باول عشان يحاول ينقذ صحابه، لكنه بيتصاب بقذيفة صاروخية من الدبابة وبيقع على الأرض، وحتى الأسرى مش بيرحموهم وبيحرقوهم. بيقوم باول وصديقه كادزينسكي وبيكملوا ضرب بقوة وشجاعة، وبياخدوا معاهم بعض الأسلحة الفرنسية وبيهربوا من المعركة. بيحاول أريسبرج إنه يقنع القادة الألمان بقبول طلبات الفرنسيين عشان الحرب تقف، وبيبعت الطلبات دي للقيادة في ألمانيا. وفي المعركة بيواصل باول وبيقتل جندي فرنسي وبيتأثر جدا بمشهد موته، وبيرجع للجندي تاني وبيحاول يسعفه ويساعده لأنه مش راضي عن اللي بيحصل في الحرب ومش
ومش حابب يقتل شباب زيه. بيموت الجندي الفرنسي وبيحزن جدا عليه، وبيفتح محفظته وبيعرف إنه أب، وبيلاقي معاه رسالة لزوجته وبيوعده إنه هيوصلها ليهم. وفي بيت القائد الألباني بنلاقيه بياكل ومرتاح في الوقت اللي الجنود فيه بتتذبح في المعركة. وبتوصل رسالة لأيسبرج بقبول الألمان طلبات الفرنسيين وبيوقع عليها. وبيقابل باول جندي صديقه وبيعرف إن الحرب قربت تنتهي عشان وافقوا على وقف إطلاق النار. وبيدخل باول مستشفى المعسكر وبيلاقي آلاف الجرحى، وبيتفاجئ بواحد من أصدقائه مصاب وبيطمنه إنه هيرجع وطنه. وبياخد منه المنديل بتاع واحد من صحابه اللي ماتوا في المعركة. وبيتحرك باول يقابل صديقه كاتزينسكي وبيعرف إنه حي. وبيروحوا لصديقهم تسادن وبيقدموا ليه أكل، لكنهم بيتفاجئوا بيه بيطلع شوكة ويضرب نفسه وينتحر لأنه رجله هتتقطع عشان الإصابة، ومش عايز يعيش باقي حياته أعرج. وبيوصل أريسبرج مرة تاني للقيادة الفرنسية وبيقول لهم إن الحاكم الألماني تنحى عن الحكم، وإن الحكومة الجديدة هتحاول تنفيذ مطالبهم، وبيطلب منهم وقف إطلاق النار، لكنه يصمم على توقيع التنازلات. وبيوقع الألمان فعلا على طلبات الفرنسيين، وبيعرفهم الفرنسيين إن الهدنة هتبدأ بعد 6 ساعات. وبيعلن القائد الفرنسي إن الحرب انتهت. بيغضب جدا القائد الألماني من الهدنة واللي عمله أريسبرج وبيطلب إن الجنود تتجمع تاني. بيعرف كاتزينسكي إن الحرب على وشك الانتهاء وبيفرح جدا، وبيتحرك مع باولو وبيوصل لنفس المكان اللي سرق منه أكل قبل كده عشان ياكل تاني. وبيدخل باولو وبيحاول يسرق حاجة ياكلوها، لكن بيدخل عليه ابن صاحب المزرعة وبيحبسه جوه. بيحاول باول إنه يهرب مع صديقه كاتزينسكي وبيجروا مع بعض وبياخدوا شوية بيض ياكلوهم. بعدها بيتحرك كاتزينسكي لوحده في الغابة وبيتفاجئ بابن صاحب المزرعة بيطارده وبيضربه بالنار في بطنه. بيوصل ليه باول وبيحاول يساعده وبيمشوا مع بعض، وبيلاقوا عربية تبع الجيش لكنها بترفض تاخدهم معاهم. وبيكمل باول طريقه مع صديقه وبيوصل بيه لمستشفى المعسكر، لكنه بيتفاجئ ان صديقه كاتزينسكي مات نتيجة الطلقة اللي اخترقت كبده. وبيزعل عليه جدا لانه كان على وشك مغادرة الحرب لكنه مات. ووسط فرحة الجنود بنهاية الحرب كان باول زعلان جدا على صديقه. بيوصل الجنود لمقر قائد الجيش الألماني وبيقول لهم انه لسه فاضل اكتر من 3 ساعات على بداية ميعاد الهدنة اللي المفروض هتبدأ الساعة 11، وانهم هيرجعوا تاني يحاربوا لغاية ما تبدأ الهدنة الساعة 11 الصبح. واللي كان بيرفض من الجنود انه يرجع كان بيتقتل فورا. وبيتحركوا تاني عشان يهاجموا الفرنسيين ويكسروا الهدنة. وبيتقدموا لموقع الفرنسيين وبيبدأ يسمع الجنود الفرنسيين صوتهم، وبتبدأ المعركة من جديد وبيتقتل الجنود الألمان واحد ورا التاني. وبيقاتل باول بكل قوته وبيهاجم الفرنسيين بكل شجاعة عشان ينتقم لصديقه كاتزينسكي. وبتدور بينه وبين واحد من الفرنسيين معركة شرسة كان هيموت فيها، لكنه بيقدر يتغلب عليه وبيقوم تاني. وأخيرا بينجح واحد من جنود فرنسا إنه يطعنه قبل الساعة 11 بدقايق بسيطة. بيقوم باول بعد إصابته وبيبدأ يتحرك وبيلاقي الصورة اللي كانت مع واحد من صحابه. بيتحرك واحد من الجنود عشان يجمع السلاسل المعدنية لأصحابه اللي ماتوا، وبيلاقي باول ميت داخل الخندق. وبينتهي الفيلم اللي بيحكي قصة جشع الحكام وتضحيتهم بشباب وطنهم عشان المعارك والدم والقتال. وفي نهاية الحرب بعد 4 سنين اتعلقت يافطة على موقع القتال بيقولوا فيها ان عدد الجنود اللي ماتوا حوالي 3 مليون جندي عشان يحتلوا بعض الأمتار من الأرض. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك أحدث الأفلام. ما تنساش تعمل لايك على صفحتنا في الفيسبوك وتشير الفيديو وتعمل لايك على الفيديو. أبطال الفيلم هم دانيال برول اللي بيقوم بدور ماتياس، وفليكس كامر اللي بيقوم بدور باول، وألبرشت اللي بيقوم بدور ستانلي. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في أمريكا.